معانا هذه المادة، مادة الإكريليك، اللي هو بديل الخضاب لأنه لونه لون أسود وشبيه بلون الخضاب، حتى قوامه قريب من الخضاب. معنا هنا علبة فاضية، ممكن أن تستخدمين هذه العلبة الفاضية، تجهز لك مادة كمية بسيطة من مادة الإكريليك داخله، وتكون أنت تطبقين وتتعلمين النقش بداخله. كيف نجهز الآن مادة الإكريليك؟ بهذه الطريقة. نعمل قليل، هذا هو قليل فقط، نضيف له قليل من الماء، أخلط مادة الإكريليك مع الماء من أجل يكون قوامه سائل قليل. طبعا المادة اللي هتستخدمنا للإكريليك احنا عملناها داخل هذه العلبة على أساس التطبيق وتكون المحتفظة به، نغطي بهذا الشكل، تحتفظ بمكان بعيد من الشمس.